أنا بقى لي كتير ما طلعتش أتكلم في حاجة وكافية خيري شري، وقاعدة عايزة أقضي اليومين اللي في حياتي في أمان. بس الصراحة النهاردة ما قدرتش. هو في سؤال حيوي، أنا عايزة أسألكم عليه وعايزة أرد بجد هو من إمتى إن إحنا ما نردش على الخاص بقى عيب، أو بقى قلة احترام أو قلة أدب؟ مش برضو على حسب ما أنا ما اتعلمت إن أبجديات ألف بحرية، إن أنا حرة أرد على الرسائل اللي بتتبعت لي على الخاص أو لأ. ممكن ما بقاش عايزة، ممكن ما بردش، ولا أنا لازم أكتب يافطة بره على الأكاونت الخاص ممنوع وأبقى attention؟ أنا مش فاهمة. وبعدين أنا فعلا مش ببص خالص على الرسائل، مش حاجة خاصة بفرد معين، أنا مش ببص خالص فعلا إلا بقى لو نزلت ستوري وبتجيلي الكومنتات في النوتيفيكيشن بتاعة الفيسبوك. غير كده أنا مش بفتح ماسنجر وأدخل على الرسائل إلا نادرا لما ببقى عندي حالة زهق رهيبة، وأنا الحمد لله ما عنديش زهق اليومين دول. فإيه اللي يزعل؟ النهارده لقيت كده وانا ببص من بره كده: عيب عليكي. فما فهمتش عيب عليا، انا عملت ايه عيب؟ فدخلت لقيت ان هو الشخص باعت من فتره، وبعدين فبيقول لي: انا بعتلك كذا مره وعيب عليكي ان انتي ما ترديش عليا. الكلمه استفزتني. ايه عيب عليا؟ ما هي دي حريتي الشخصيه اساسا، ارد او ما اردش. فمش عيب عليا ان انا بمارس حريتي الشخصيه. فرحت قلت له: هو ما ينفعش خالص ان انت تيجي دلوقتي في السن ده تعلمني العيب مش العيب. ورحت عامله له بلوك، ما هو انا مش عايزه حد زي ده عندي على الاكونت اللي بيعلمني العيب من اللي مش عيب، ومش عارف الف مبادئ الحريه. بعدين في حد تاني لسه برضه امبارح من نفس المهنه، بيسالني هروح مهرجان او مش عارفه ايه وكده، فرديت عليه. فلقيته بيعرفني بنفسه، فقلت له: هلو. طيب، راح قايل لي: انا المفروض اقول لك كذا كذا كذا، فانت ترد عليا ان انت كذا كذا كذا. طب انا ثقافتي مختلفه. انا ثقافتي مختلفه. انا لما بتعرف على حد بقول له هلو. ايه اللي يضايق في كده؟ مش فاهمه ايه المشكله بجد. هلو. واحده ثقافتها نازله من فيلم انجليش قديم يا عم وقالت هلو، ايه المشكله؟ ايه اللي ضايقك ليه خدتها على اعصابك قوي؟ بعدين لما بقى لقيته بيعلمني الادب برضو فما ردتش. فراح قايل: انا ضايقتك؟ طب انا اسف جدا، وانا اسف اني اتكلمت. فين بقى زمن الشقط الجميل وزمن التعارف بذوق والحتة السنس وحتة الذوقيات في التعارف على ناس جديدة؟ لا، دي ما بقتش موجودة. وعندنا بقى عندنا إحساس بالاستحقاق رهيب. إيه ازاي ما تردش عليا؟ هي فاكرة نفسها ايه؟ لا عادي، على فكرة في مليون سبب غير ان هي تبقى فاكرة نفسها حاجة يمنع واحدة او واحد ان هو يرد. انا لو بعت الرسالة برايفت لحد، مع انها ما حصلتش قبل كده بس لو حصلت وما ردش عليا، انا مش هاخد الموضوع على اعصابي خالص، والله عادي. في تفاصيل حياة كتيرة في الفرد اللي قدامي انا ما اعرفش عنها حاجة، التمس له العذر واهدى على نفسي. مفيش الاحساس بالاستحقاق ده المفروض ما يبقاش موجود. العصبية والتنشنة وان انا اخد كل حاجة على كبريائي وكرامتي ده مش المفروض يبقى موجود. الدنيا ابسط واسهل واحلى من كده، واحنا اللي بنعقدها. حتى في التعارف على الخاص بقينا بنعقد.